طيب تتوقعوا مين اجمد، الفطار المصري ولا الفطار السوري؟ يعني انا لقيت مطعم اسمه سوري بيقول لك عاملين بوكس الفطار، وده بيتكون من سندوتش فلافل، سندوتش بطاطس، وسندوتش بيض اومليت، ومعاهم شويه العيش المتحمص ده، وثلاث صوصات، والبوكس ده كله سعره 50 جنيه. فانا جبت نفس السندوتشات لكن من مطعم مصري مشهور عندنا، وبرده الهيصه دي كلها سعرها 50 جنيه. وخلينا نبدا اول حاجه بقى بسندوتش الفلافل. اهي دي بقى مش فلافل بالفول العادي، لا دي فلافل بالحمص. فالواحد دلوقتي مش عارف يكسب مين في الاثنين، فالصراحه انا شايف في الفلافل يبقى تعادل. نخش بقى على السندوتش اللي بعده، هو سندوتش البطاطس. شويه بطاطس بالمايونيز عظمه. الصراحه انا حاسس ان البوكس ده هو اللي ظالم الاكل السوري المره دي. يعني الطبيعي اصلا سندوتش البطاطس السوري يبقى مختلف عن كده، وعليه بهارات سوري وبتاع ومتظبط. انا حاسس ان احنا لازم نعمل المقارنه دي لكن بمطعم سوري اصلي. نخش بقى على اخر سندوتش معانا في البوكس ده، والمفروض السندوتش ده سندوتش بيض اومليت. ده ايه الصوص اللي جوه ده؟ هنخش بقى على اخر سندوتش معانا في المصري، وهو سندوتش الفول. فول جد لا يعلى عليه. انا اسف اللي بوظان هذه الحلقه، بس يلا.